والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. طلاب الصف الأول الإعدادي، ومعانا النهاردة فيديو الأسئلة على درس ظواهر كونية. بص يا سيدي، دي الأسئلة اللي ممكن أشوفها في درس النهاردة. يعني مثلا ما يجي يقول لي مجراتنا من النوع، أقول له من النوع الحلزوني. طيب تختلف ألوان النجوم على حسب ايه؟ اقول له على حسب درجة حرارتها، فممكن الاقي لون النجم احمر وازرق. طيب قال لي ترتبط الاقمار بالكواكب بفعل، اقول له الجاذبية، بختار من اللي موجود فوق عندي. طيب تنشأ غالبية نقط نتيجة لانفجار النجوم، اقول له غالبية السدم. نرى الشهب في السماء على هيئة نقط عند احتراقها، بشوفها ازاي؟ اقوله على هيئة سهام ضوئية. الجسم الفضائي الوحيد الذي يصل الى سطح الارض، سؤال مهم جدا جدا جدا، قال لي هو النيزك او النيازك. ما المقصود بالمصطلحات الاتية؟ وده السؤال التاني. هيجيب لي بعض التعريفات زي مثلا المجرات، اقوله هي تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الاحجام والاشكال والانواع. طبعا انا مش بكتب الاجابات عشان حضرتك تروح قافل الصوت او موطي الصوت وتبدأ تحل، او تجيب الفيديو من اخره كده، من اخر فيديو الاسئلة، وتبدأ توقف الفيديو وتبدأ تحل. بعد كده تجيب ترجع الفيديو تاني وتشوف احنا حلينا ازاي. طيب النجوم قال لي اجسام كبيرة الحجم، مالها مشتعلة أو مضيئة متوهجة، تشع ضوء وحرارة. طيب ما المقصود بالكواكب؟ أقول المقصود بالكواكب أجسام صغيرة الحجم نسبيا أو أصغر من النجوم، ولكن معتمة لا تشع ضوء ولا حرارة. الأقمار أجسام أصغر من الكواكب وتدور حول الكواكب بفعل الجاذبية. طيب يا مستر، عندنا إيه تاني؟ قال لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ، يعني صح والغلط مع التصويب. ما تنساش، ركز وخليك شاطر، لازم تصوب. يعتقد العلماء أنهم لا يعرفون إلا نسبة قليلة من أسرار الكون، صح. 2. النجوم أجسام معتمة لا تشع ضوء ولا حرارة، غلط، دي أجسام مضيئة متوهجة تشع ضوء وحرارة. نجم الشمس هو أبعد النجوم، غلط، ده أقرب نجم للأرض. النجوم الأكثر حرارة لونها أزرق، والأقل حرارة لونها أحمر. طبعا الإجابة أيوة زي ما أنت ما قلت كده، صح. قول معايا وجاوب معايا، لو مش عايز تجاوب في كشكول جاوب معايا قبل ما أنا ما أجاوب. تنشأ السدم نتيجة لانفجار النجوم، هتبقى الإجابة طبعا صح. بعد كده تعد النيازك النوع الوحيد من الأجسام الفضائية اللي تصل الأرض، طبعا صح. اختر الإجابة الصحيحة، السؤال رقم 4. مما بين القوسين هناك علاقة بين النجوم وإيه؟ وشكلها ولا حجمها ولا سرعتها وحرارتها. يعني عايز يقولك ايه اللي بيخلي الوان النجوم تختلف؟ اقول له يبقى طبعا حرارتها. 2. تدور الكواكب حول الشمس في مدارات، اقول له بيضاوية الشكل. تستمد الاقمار ضوءها من، اقول له ضوءها من النجوم لانه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. ايه اللي عبارة عن تجمعات من النجوم؟ اقول له طبعا المجرات. طيب تستمد الكواكب الضوء والحرارة من أقرب نجم لها. وبكده نكون خلصنا أسئلة درس ظواهر كونية. طبعا أسئلة بسيطة، ده كان أول درس عندنا في الجغرافيا. ما تنساش تحل الأسئلة لوحدك وبعد كده تراجعها. أي حد عنده أي سؤال طبعا في بما تفسر وفيما النتائج وفي ماذا يحدث، هسيبهم لك بقى، احنا قلناهم في شرح الدرس. تحياتي ليكم، السلطان أحمد حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.